السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم معز عثمان السنوسي من منصة اليوتيوب. الفيديو اليوم عن تجربة قطار الرياض أو مترو الرياض. الفيديو ده أخواننا برعاية أخونا باشمهندس أبو شاكر، ما قصر جزاه الله خير. نسبة لأنه أنا لسه ما جربت القطار، فكان معاي وما عندنا موضوع الاتنين صراحة. مهم جينا بركنا والاتنين نحن طبعا سكان العزيزية والدار البيضاء، يعني المحطة قريبة لنا. المهم ما شاء الله جيت لقيت الشغل ده فخم. ركبنا القطر، طبعا احنا هنركب في القطار الازرق. ده بيكون من محطة الدار البيضاء اول محطة الى اخر محطة اللي هي العارض شمال الرياض، يعني من جنوب الرياض لشمال الرياض. انا عمري ما مشيت المشوار ده بالعربية نهائي، ساكن في السعودية 4 سنة ما مشيت المشوار ده. يا اخوان الناس دي ما شاء الله والله يتكلفوا في القطر ده تكاليف ضخمة. فيعني القطار ده بيمر بيك بعدة محطات، من ضمن المحطات دي يا اخواننا والله في محطات، في زي 10 محطات او 8 تحت الأرض. يعني الناس دي ما شاء الله عبروا عبور جد. بالنسبة للمباني والشركات والحاجات دي يا أخوان أنا ما شايفها قبل كده صراحة. ساكن 4 سنة زي ما قلت لكم، بس ما كان من الزحمة ما بقدر أجي هنا. طبعا السعودية دي يا أخوان في الرياض دي زحمة زحمة مبالغة، يعني الطرق ما تقدر تمشي فيها. لكن الحمد لله الجماعة دي ما قصروا نهاية والله. يعني متأكد حد قلل له نسبة 50% من نسبة الزحمة اللي في الطرق. بالذات يعني انت ماشي شمال الرياض حتركب طريق الملك فهد ده عذاب، ده ما هو طريق. هتتعذب عذاب وانت ماشي في الشارع. المهم ركبنا القطر ده يا اخواننا، ماشيين اول شي والله هو رحلة عجيبة. يعني خصوصا انت اذا ما جربت والله يا اخواننا فايتك كتير. جرب القطر، يعني اعتبره رحلة. اول شي ب4 ريال بس. طبعا خلاص نحن هنا جينا قصاد المركز المالي. منظر عجيب، يعني من احسن المناظر. انت في القطار ماشي هيلاقيك المبنى ده كده قدامك مباني، منظر ظابط. المهم وصلنا هناك اخر محطة. دي طبعا الباركنات تبع الناس اللي بيكونوا ركبوا القطارات حيجوا بعدين يرجعوا. احنا وصلنا اخر محطة وشنو راجعين. تقريبا نحن مشينا وجينا المشوار ده كلف معانا يا اخواننا زمن كده حدود ساعة ونص. جينا راجعين اللي هو تاني بنرجع في نفس المحطات. والمباني السمحة اللي اصلا انا قبل كده ما شايفها، اللي استغربت انها اصلا موجودة في الرياض. يا اخي نحن انا من هنا زمان حدي بالكتير غبيرة من العزيزية بمشي غبيرة، يا خلاص لو جاملت اكتب بمشي معاك الناصرية. اما كونه امشي العارض امشي النرجس امشي الياسمين دي والله الا مجبور. ما في سبب بيوديني هناك اصلا، لانه عارف زحمة وطفش الاخر. اللي بيقول لي بمشي والله الا تكون مجبور، انت ما في شي بيوديك ساهل لانه انت اصلا عارفها زحمة وفي اي وقت بعدين ما عندها اوقات محددة. لكن هسه حاليا القطر ده انا شايف انه حيريح الطلبة والموظفين، يعني راحة ما بعدها راحة. إن شاء الله ربنا يزيد يعني المملكة وأهلها يزيدوا وينعم عليهم ويدينا نحن إن شاء الله كمان. إن شاء الله يا أخي الله الواحد حلمه يشوف بلد، يعني بلدي يوم من الأيام أشوفها كده إن شاء الله، وهو يشوفها أكتر إن شاء الله. يعني عندنا الموارد اللي بتبقينا كده وصل غالب. المهم جينا أخواننا وجايين راجعين ما شاء الله ولسه بنعاين في المناظر. طبعا والله الوقفة حارة مكذب عليك. الوقفة حارة شديد. يعني أنا واقف قاعد أصور والله حاسي خلاص تعبت عرفتها. لكن بقينا مجبورين لانه شنو انت بتمشي انا ماشي وجاي يا حبايبنا واقف. عشان كده عليك الله ما تبخل خلينا باللايك وبالمشاركة وبالاكسبلور والمتابعة اهم شيء. عايزين نوصل 500 متابع، ما 500 الف، 500 بس تمام. والحمد لله يعني في فترة وجيزة حصلت 100. والله ما قصرت معنا 100 اخ واخت. الله يديكم العافية. والناس اللي بتشاهد كمان ما بتقصر، يعني لو تميت بالمتابعة تكون يعني زي ما قلت تميت الشكر كاملة. إن شاء الله ربنا يديكم العافية. المهم هنا جايين راجعين وتاني بنرجع هو بنفس المحطات. الرجعة كان ما أعرف حسيت بيها سرعة ما أعرف ليه. ده هنا المركز المالي تاني جايين راجعين قبل جينا بقدام هسه سبحان الله ده هنا بورا يلا. فبتشوف أنا منتظر 200 الخريف يجي وبيكون مع الغيوم مع السحب. التصوير بيكون أفضل. إن شاء الله المرة الجاية حيكون في تجربة تانية. وصلت لهنا نهاية الفيديو يا اخواننا. بالله لا تخسروا فينا اللايك والشير والمتابعة.
أهم شيء يا أخواننا الصلاة على النبي. دمتم بخير إن شاء الله.